بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الخلق والمرسلين. النهاردة هنتكلم عن أول مفهوم من مفاهيم السوليد برينسيبل، هو السنجل ريسبونسبيلتي أو الاس ار بي. السنجل ريسبونسبيلتي وهو كلاس بيعمل مهمة واحدة فقط. هتقولي ازاي هندسة بيعمل مهمة واحدة؟ فخلينا ناخد مثال من الحياة الواقعية. نفترض هنا ان احنا عندنا مطعم. المطعم ده كل اللي شغالين فيه هو شخص واحد بس. الشخص ده هو الويتر وهو الكلينر وهو الشيف، او هو الجرسون، وهو اللي بينظف المكان، وهو الشيف. احنا دلوقتي لو عايزين نغير الشخص ده فيعتبر المطعم ده هيقف. لو عايزين مثلا الشخص ده شغال على طبخ جوه، فعايزينه يستقبل حد بره فيسيب الطبخ ويجي يستقبل الشخص اللي بره. طب الشخص كان في مثلا شخص وبياكل وكده ومشي، فهو دلوقتي بينظف المكان، فممكن مثلا حاجة تانية تحصل جوه، او هو ما يستقبلش، او هو مش هيشتغل بكفاءة عالية زي ما احنا عايزين. فاحنا ايه الحل البديهي دلوقتي؟ ان احنا نعمل ايه؟ هنجيب اول حاجة طباخ للمطعم يبقى خاص بحتة الطبخ. تاني حاجة هنجيب ويتر عشان يبقى خاص ان هو يستقبل الناس. تالت حاجة هنجيب عامل نظافة عشان ينظف المطعم وينظف المكان. تمام. وده بالظبط اللي عمله السنجل ريسبونسبيلتي. خلى كل حاجة في كلاس لوحدها مختلفة، او كل كلاس بيعمل حاجة معينة. تعال بينا نطبق ونشوف ده بيتعمل ازاي في الكود. هنا اول حاجة احنا عملنا كلاس. الكلاس ده افترضنا ان هو العامل الوحيد اللي موجود في المطعم، والعامل ده شغال شيف، شغال كلينر، وشغال ويتر. تمام. فاحنا كل ما نحتاج نعمل او ننفذ امر هننادي على العامل ده وهو ينفذ الامر، او ينفذ الفانكشن اللي جواه، او ينفذ الميثود اللي جواه. فطبعا زي ما احنا قلنا هو دلوقتي هيبقى فيه مشكلة كبيرة في الكود، ان احنا دلوقتي مش هنعرف نهندل الموضوع بالشكل المطلوب. فاحنا عملنا ايه؟ والله احنا قلنا كل كلاس هيبقى خاص بحاجة معينة. اما اروح اعدل في الكلاس مثلا بتاع الشيف ده ما يأثرش على الكلينر او الويتر. اروح مثلا اعدل في الكلاس بتاع الويتر ما يأثرش على الكلاس بتاع الشيف. فاحنا بكل بساطة عملنا ايه؟ جينا عملنا كلاس الكلاس ده مثلا نفترض اي اسم، خلينا نسميه شيف. تمام. قلنا له لما ننادي عليك نفذ لنا المهمة دي. ورحنا عملنا كلاس تاني. كلاس التاني نسميه مثلا كلين. والله أول ما ننادي عليك تعمل لنا المهمة دي. كلاس التالت هنسميه مثلا، خلينا نسميه ويتر برضو. أول ما ننادي عليك تعمل لنا المهمة دي. تمام. دلوقتي هنشيل الكلاس ده. دلوقتي هنا احنا لو عدلنا في أي كلاس، رحنا عدلنا مثلا في الكلاس بتاع الشيف، عدلنا في الكلاس بتاع الكلينر او العامل النظافة، عندنا في الكلاس بتاع الويتر، مفيش كلاس تاني هيتأثر بالموضوع ده. فده بالظبط السنجل ريسبونسبيلتي، هو انك بتخلي كل كلاس يعمل مهمة واحدة بس. وبكده نكون وضحنا طريقة عمل السنجل ريسبونسبيلتي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.